افتتحت اللجنة التحضيرية للإعلام السياحي يوم أمس دورة للإعلام السياحي العربي الثانية في مدينة الخليل بحضور كل من وزيرة السياحة وعضو اللجنة المركزية ونائب محافظة الخليل ورئيس البلدية، بالإضافة إلى احتضان هذه الدورة وفود عربية وإعلامية من دولة الكويت والإمارات والمغرب ومصر والأردن. كما كانت لوزارة السياحة الدور المهم في دعم وإنجاح هذا المؤتمر في فلسطين، حيث أكدت وزيرة السياحة رولا معايعة على أهمية عقد هذه الدورة لما لها من ترويج مهم للسياحة الفلسطينية في الدول العربية. يعني وزارة السياحة كانت في البداية منذ التحضيرات لهذا المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر جاء تطبيقا لقرارات مجلس وزراء السياحة العرب، وقمنا بتنفيذه مع المنظمة العربية للسياحة. طبعا هذا المؤتمر يروج وسيروج للسياحة الفلسطينية في كل أنحاء الوطن العربي. طبعا نتمنى من كل إعلامي مشارك عندما يعود إلى وطنه أن يكتب عن ما رأه في فلسطين وعن الأماكن الدينية والأثرية وعن التجربة التي عاشها في فلسطين، لكي يشجع إخوتنا وأشقائنا العرب من كل الدول العربية للقدوم أيضا إلى فلسطين. كما وكان لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي التعليق على هذه الدورة، واصفا هذا العمل بالمهم من أجل إيصال صورة فلسطين بأحسن صورة لكل العالم. من هون أنا أملي أن يكون في هناك تقدير لأولويات العمل الإعلامي، وخاصة في مثل هذا الظرف الدقيق أن يركز على ما هي الأشياء الجاذبة لأفئدة وعواطف العالم تجاه فلسطين، سواء كانت دينية، روحية، جغرافية، استراتيجية إلى آخره. وبهذا بنكون إحنا سعداء جدا بأي زائر، بأي صحفي يستطيع أن يكون جسر محبة ووصل ما بين فلسطين وكل محبيها في الخارج. وعبر رئيس بلدية الخليل داود الزعتري عن سعادته لاستضافة فلسطين لهذه الدورة لأهميتها في إيصال وتعزيز السياحة داخل فلسطين. الأشقاء العرب من كثير من الدول العربية أتوا لعقد هذه الدورة الثانية، ونحن سعداء باستضافتهم، واللي أتوا من الأردن ومن الكويت ومن مصر ومن المغرب العربي وأيضا من دول أخرى. نحن سعداء بتعزيز هذه الفكرة، فكرة أن يكون للإعلاميين والصحفيين دور في تعزيز السياحة الدينية، السياحة التاريخية، السياحة الاقتصادية. هذا أمر يعزز من دعم صمود أهالي مدينة الخليل، تحديدا سكان البلدة القديمة، في مواجهة التحديات اللي طبعا موجودة على أرض الواقع من المستوطنين ومن الاحتلال الإسرائيلي. نتمنى طبعا هذا المؤتمر النجاح والتوفيق، ونتأمل أنه إن شاء الله يكون فيه متابعة لتوسيع هذا المؤتمر. تهدف هذه الدورة إلى رفع مستوى الصحفيين في معرفتهم في مجال الإعلام السياحي، حيث أن هذه الدورة تنعقد سنويا في مختلف الدول العربية، ويتم من خلالها وضع الخطط للنهوض بهذا الجانب المهم في الوطن العربي. وتستمر هذه الدورة حتى نهاية هذا اليوم في المركز الكوري التابع لبلدية الخليل، حيث من المقرر الوصول إلى خطط هادفة لدعم السياحة في الوطن العربي. تقرير على الجعب لبرنامج طلة صباح.